برحب بكل متابعيني وحبايبي في كل مكان، يا رب دايما تكونوا في احسن حال. رسميا الاهلي ينهي صفقة محمد علي بن رمضان لمدة 4 مواسم بمقابل 1,800,000 دولار. يعني بصراحة صفقة من العيار التقيل. بصراحة شوف الاهلي بيفاوض محمد رمضان من امتى يا جماعة؟ الاهلي بيفاوض محمد رمضان من سنتين فاتوا، من اول من ايام ما كان في الترجي وراح فرانك فوزي المجري، النادي الحالي اللي بيلعب فيه. وكمان تشجيع النادي الاهلي المره دي ان هو ينهي الصفقه بسبب ان محمد علي بن رمضان عقده خلاص كان هينتهي. فالاهلي كان داخل بقلب جامد زي ما بيقولوا كده، فخلاص فالاهلي انهى الصفقه. وزي ما اعلن امبارح المدير الرياضي لنادي فرانك فوزي المجري، اللي هو الراجل تامس هاجانل، هو اعلن خلاص، قال لك رسميا محمد علي بن رمضان لاعبا في النادي الاهلي لمده 4 مواسم. انا شايف لها صفقه من العيار التقيل، وان الاهلي يحسمها ب1,800,000 دولار بس، ده في حد ذاتها مكسب كبير جدا لمجلس الاداره. ان الصفقه خدت شوط كبير مع المجلس مع فريق فرانكفورت المجري هناك، وكانت اعلى من كده. فالاهلي وصلها، كل ان انت توصلها للمبلغ ده فانا اشوفه في حد ذاته يعني حاجه جامده جدا. محمد علي بن رمضان هياخد 1,100,000 في الموسم الاول، و1,200,000 في الموسم الثاني، و1,300,000 في الموسم الثالث، وفي الموسم الرابع 1,400,000 دولار في الموسم الرابع. شاف صفقه طبعا من العيار التقيل جدا. على العلم زي ما بقول لكم ان الاهلي كان بيفاوضه من سنتين. معنى الاصرار والعزيمه واللي انت تصمم على تجيب لاعب في حته زي دي، والاهلي دلوقتي بقى فريق خرافي، ناقص بس حته المدرب. يعني الاهلي عنده دلوقتي، تيجي تبص وسط الملعب دلوقتي في كالاتي: امام عاشور، قفشه، السوليه، احمد رضا، محمد علي بن رمضان، واليو ديانج بعد عودته، وحمدي فتحي، ومروان عطيه، وطبعا اكرم توفيق. بس اكرم خلاص هيمشي مع نهايه الموسم لنادي في نادي القطري، خلاص لنادي تقريبا نادي المستقبل حاجه زي كده، يعني نادي القطري خلاص. فانا بشوف ان الاهلي دلوقتي اصبح فريق خرافي، فريق عايز مدرب هجومي بقى. يعني اختار التشكيله اللي انت عايزها بقى. شفت بقى انت ممكن تقسمها بقى انت ودماغك بقى. يعني ممكن تحط في وسط الملعب مثلا مروان وبن رمضان وامام، ده انت لو هتهاجم. مروان وقفشه وحمدي اليو دي. يعني شفت بقى شكلها انت بقى، انت وشوقك بقى، انت وشوقك. يعني شكلها تشكيله خرافيه. ولسه انت عندك كمان مع انضمام زيزو، مع انضمام تريزيجيه،